البارسا صيفطوا رسالة كيتشكاو فيها الجامعة الإسبانية لكرة القدم. البارسا من بعد 4-0 في ماتش لالي كونتر اتليتيكو في الذهاب ديال كأس الملك ما بقاوش قادرين يصبروا على التحكيم. فمن بعد البيت اللي تحيد ليهم كما كتعرفوا نتيجة 4-1 ماشي هي 4-0، غيخصك 3-0 في الروتور ماشي هي 5-0. فالبارسا او الاداره ديالهم صيفطوا واحد الرساله للجامعه ديال كره القدم اللي كتشكى وكتقول لهم باللي التحكيم كيبان لهم راه ضدهم، وحكام تيكونوا نفس الاشخاص في مقابلات مختلفه ولكن بقرارات مختلفه بنفس الحالات. كيف ما ان اداره البارسا اقترحات على الجامعه على انهم يديروا واحد القانون يكون معروف عند كل شيء ضد الحكام، مثلا ان الحكم مثلا نقولوا مثلا غلط وحسب واحد البيت اللي ما خصوش يتحسب، خص تكون العقوبه ديال هذه الحاله هذه معروفه عند كل شيء، وهكذا تعلن على العقوبه ضد الحكم في السيمانه اللي من بعد. مثلا الحكم كما قلت لكم غلط، فراه غنكونوا اوتوماتيكمون عارفين حنا كاملين باللي غادي توقف مثلا جوج ماتشات وعقوبه ديال $1000 مثلا. دونك قول لي اش بان لكم، واش البارسا بصح التحكيم ضدها ولا غير من بعد ما خسروا هذه النتيجه الثقيله كيحاولوا انهم يلهيوا الجمهور ديالهم؟